لو عايز اعمل تعريف لميثود او فانكشن داخل الكلاس، هنا بقى ناخد بالنا. لو هنعمل فانكشن داخل الكلاس يبقى اسمها ميثود. يبقى امتى اقول على الفانكشن لها ميثود؟ لو انا عرفت هذه الفانكشن داخل الكلاس. طب ايه هي الميثود؟ هي الدوال المستخدمه في البرمجه العاديه. يعني الفانكشن اللي في البرمجه العاديه لما تبقى جوه الكلاس يبقى اسمها ميثود. وفي الحاله دي هقوم رايح كاتب اسم الداله، ايا كان هتسمي الداله دي ايه. ممكن نسميها مثلا روت، وهيكون جواها عنصر هيتم استخدامه جواها. وبعدين اعمل الامر اللي انا عايزه، مثلا اقول له برنت. ومن الداله اللي اسمها init احدد العناصر اللي هيتم استخدامها، وبعدين استدعيها عن طريق ان اكتب سيلف دوت اسم الداله بتاعتي اللي هي روت. تعال نشوف مثال قدامنا. المثال اللي قدامنا ده بعرف كلاس اسمه دي زي ما خدنا قبل كده بالظبط، وتحتيه بعرف فانكشن اسمها init زي ما قلنا بالظبط. الفانكشن دي بتاخد ثلاث متغيرات غير الاداه اللي اسمها سيلف. متغير اسمه ان هذا المتغير بدون قيمه افتراضيه. متغير تاني اسمه بي 2 بيساوي 10 له قيمه افتراضيه قيمتها ب 10. ومتغير ثالث بي 3 وله قيمه افتراضيه اللي هي كام؟ اللي هي 100. وهقوم نازل تحت الفانكشن دي مديله بقى هقول له سيل اهو دوت باور 2 بيساوي بي 2 اس 2، وسيلف دوت باور 3 بيساوي بي 3 اس 3. عادي جدا. وسيلف دوت روتس بيساوي ان. بالمناسبه الروتس والاي والاكس والبي والسي هو المهم ان هو متغير وخلاص. كويس جدا. وبيساوي ايه؟ بيساوي ان. هنا زي اللي فات بالظبط بقى، فقط انا عرفت متغير زياده اسمه روت وبيكونتوا بايه؟ كنتوا بالان. يبقى لما انت قلت له سيلف دوت روتس عشان يحسب الجذر التربيعي، بس هنا روتس ده انا هعرفه عن طريق دالة تانية. يبقى عن طريق دالة معرفة داخل الكلاس. بالتالي هيقوم نازل تحت داخل الكلاس بتاعي وعامل دالة اسمها روت. وناخد بالنا هنا ان اسمها ايه؟ اسمها روت، وفوق اسم المتغير روتس. فعادي جدا انت ممكن تغير اسم الداله وتغير اسم المتغير. اسم المتغير عادي جدا. سمي ديت مثلا اي حاجه، وسمي ده هو كمان اي حاجه. والداله روت دي فقط بتاخد المتغير اللي اسمه ايه؟ اللي اسمه سيلف. يبقى الداله اسمها روت وبتاخد المتغير اللي اسمه سيلف، مش بتاخد غيره. وبقول له برنت سيلف دوت روتس اس نص. حلو جدا. انا زي ما قلت لك ينفع تخلي ديت اكس واي زي اي حاجه، وتخلي ديت برضو اي حاجه. هو في الاخير هي داله، والداله دي ما بتاخدش غير سيلف. وبنزل تحت بقول له اطبع لي سيلف دوت روتس اس كام؟ اس نص. وقمت نازل تحت بره الكلاس بقى خالص، وقلت له ايه بتساوي دي اوف 2500. معناها انك عملت نسخه من الكلاس اللي اسمه دي، واديت للفانكشن اللي جواه قيمه ثابته ب 2500. وتحتها قلت له ايه دوت روت. ايه دوت روت. في الحاله دي لما تقول له ايه بيساوي دي اوف 2500، انا قلت لك لما بيلاقي تعريف للكلاس بيتجاهل هذا التعريف ومش بيدخل جواه. لكن لما استدعيه هيقوم رايح داخل جواه تاني اهو. هيلاقيني بعرف داله اسمها init، هيقوم داخل جوه الداله دي. الداله دي كانت متعرفه بثلاث متغيرات، واحد ملوش قيمه افتراضيه واثنين لهم قيمه افتراضيه. بس انا لما استدعيت الكلاس استدعيته بقيمه واحده، هيقوم واخد هذه القيمه اللي 2500 وحاططها جوه المتغير اللي اسمه ان. ليه ان بالذات؟ ليه مش هيحطها مثلا في بي 2 او بي 3؟ قلنا الكلام ده قبل كده في الدوال، وقلنا لو عندي داله بتاخد كذا متغير وفي بعضهم له قيمه افتراضيه والاخر مالوش، فلو استدعيت هذه الداله بقيمه واحده فهو اجباري هيروح يدي هذه القيمه للمتغير اللي مالوش قيمه افتراضيه. طيب لو استدعيت هذه الداله بقيمتين
هيدي المتغير اللي ملوش قيمه افتراضيه الاول، لان ده اجباري، وبعدين يدي المتغير اللي بعده القيمه الثانيه، ويسيب المتغير الثالث بقيمته الافتراضيه، وهكذا. طيب، يبقى هيقوم نازل تحت، اللي انا بقول له سيلف دوت باور 2 بيساوي بي 2 في اس 2. هيشيل بي 2 يحط 10 اللي هي القيمه الافتراضيه، لان انا ما اديتلوش تحت القيمه الجديده بكام. ما فيش مشكله. وسيلف دوت باور 3 بيساوي بي 3 اس 3. هيشيل بي 3 ويحط مكانها 100. طب حلو. وسيلف دوت روتس بيساوي ان ان. يبقى دلوقتي سيلف دوت روتس فيه كام؟ في ان ان. طب ما هي ان ان؟ اللي هي 2500 اللي هو واخدها من تحت دي. كويس جدا. يبقى سيلف دوت روتس دلوقتي فيها كام؟ فيها بتساوي ان ان اللي هي 2500. وبعدين هيقوم نازل تحت، هيلاقيني بعمل ايه؟ معرف داله. لما يلاقيني بعرف داله هيتجاهل الكلام ده كله. ليه؟ لان قلت لك لما بعرف الداله بيقوم متجاهل هذا الكلام. طب امتى هرجع لها؟ لما استدعيها. لما انزل بقى تحت، لان الامر ده اتنفذ، هينزل تحت لان بقول له ايه دوت روت. ايه دوت مين؟ ايه دوت معناها ان انا بستدعي الداله اللي اسمها ايه؟ بستدعي الداله اللي اسمها ايه؟ اللي اسمها روت. هيقوم راجع تاني للداله اللي اسمها روت، هيلاقيها بتاخد متغير واحد خلاص اللي هو سيلف، فانا هنا مش مديها حاجه فخلاص ما بتاخدش حاجه. ينزل تحتها يلاقيني بقول له ايه؟ اعرض لي سيلف دوت روتس اس نص. سيلف دوت روتس كان فيها كام؟ سيلف دوت روتس كان فيها ان ان اللي هي كام؟ 2500. يبقى هيشيل الامر ده كله ويحط 2500 اس نص، يبقى 2500 اس نص. اعرض لي الحاجه دي، هيقوم عارض لي 2500 اس ايه؟ 2500 اس نص. وبالتالي لما اقول له رن هذا الجزء من الكود، هيقوم قايل لي 2500 اس نص اللي هي كام؟ اللي هي 50. شفتوا الكود بيتنفذ ازاي؟ بكل سهوله. لما بعرف الكلاس مش هيدخل جواه، بس الغرض الاول ان انا بعرف داله داخل الكلاس بتاعي، ولما اعرف داله داخل الكلاس بتاعي بسميها ميثود. وفي الحاله دي لما عرفت الكلاس بتاعي تجاهل هذا التعريف، لاني باخد نسخه من الكلاس اللي اسمه دي بحطها في الاي، وبستدعي الفانكشن اللي جواه بقيمه واحده فقط اللي هي 2500. في الحاله دي هيقوم طالع جوه الكلاس ويقوم داخل جوه الفانكشن اللي اسمها init، يلاقي الفانكشن دي بتاخد ثلاث متغيرات، واحد فيهم بدون قيمه افتراضيه، هيقوم مدي هذه القيمه للمتغير اللي ملوش قيمه افتراضيه، فهيحط جوه ان 2500، وهو عارف ان بي 2 ب 10 وعارف ان بي 3 ب 100. ويقوم نازل تحت يلاقيني بقول له المتغير اللي هو سيلف دوت باور 2 هو عباره عن بي 2، يشيل بي 2 يحط مكانها 10 ويجيب التربيع بتاعها. وعنده متغير تاني اسمه سيلف دوت باور 3 يشيل بيساوي بي 3 اس 3، يشيل بي 3 ويحط مكانها 3 ويحسبها. وينزل تحت لاني سيلف دوت روتس بيساوي ان ان، يقوم شايل ان ان وحاطط مكانها ال 2500. ينزل تحت لاني بعرف داله اسمها روت، يقوم متجاهل هذا التعريف، ويقوم نازل تاني تحت يلاقيني بستدعي الفانكشن اللي اسمها روت، يقوم راجع تاني داخل جوه الفانكشن اللي اسمها روت، يلاقي الفانكشن ديت خلاص ما بتاخدش حاجه. ينزل تحت يلاقيني بقول له اعرض لي سيلف دوت روتس. طب سيلف دوت روتس المتغير ده جواه كام؟ جواه 2500 اس نص. يقوم شايل ده وحاطط مكانه 2500، يحسب لها اس نص يلاقيها 50. اعرض لي هذه القيمه، يقوم عارض لي هذه القيمه. يطلع بره ما يلاقيش حاجه، يقوم طالع بره الكود. وفي الحاله دي عرض لي كام؟ عرض لي 50، زي ما احنا شفنا في الشكل اللي هو ايه؟ في الشكل اللي هو قدامنا ده. دي كانت احد الطرق ان انا اعرف فانكشن او ميثود داخل الكلاس بتاعي. عندنا تطبيق تاني بشكل مختلف شويه عن موضوع الفانكشن ده، اللي هي ان انا اعرف فانكشن داخل الكلاس، يعني حيث يمكن التعامل مع الدوال بشكل مباشر من غير ما استخدم الداله اللي اسمها init. تعالوا نشوف مثال على الكلام ده. انا دلوقتي عرفت كلاس اسمه دي، كويس جدا، ورحت نزلت تحت عرفت فانكشن اسمها سكوير واديتها متغير ثابت اسمه ايه؟ اسمه ان، وتحتيها بقول له برنت ان تربيع، كويس. ونزلت تاني عرفت داله تانيه اسمها سمشن يعني، واديتها مجموعه من المتغيرات اللي هم A و B و C و D و E و F. وقمت نازل تحت قايل له ريتيرن هذه العمليه الرياضيه A زائد B ماينس C زائد E، الكل ده مضروب في دي زائد مين؟ دي زائد الاف. طيب
في الحاله دي لما اجي تحت اقول له A بيساوي دي، معناها ان انا باخد نسخه من الكلاس اللي اسمه دي بحطها في الاوبجكت اللي اسمه ايه، اللي اسمه A، وقمت نازل تحت قايل له A دوت سكوير اوف 3. A دوت سكوير اوف كام؟ اوف 3. دي هيعمل ايه؟ قلت لك لما بعرف كلاس هيقوم متجاهل هذا الكلاس بجميع الدوال اللي فيه، ومش هيروح له غير لما استدعيه. وفي الحاله دي لما قلت له A بيساوي دي، بقول له خد نسخه من A، خد نسخه من الدي حطها في الاي، معناها ان انا استدعيت هذا الكلاس هيقوم داخل جواه. لما انا بقول له A دوت سكوير اوف 3، هيروح على الداله اللي اسمها سكوير وهيقوم شايل انه وحاطط مكانها 3. اما اقول له بقى برنت ان تربيع، هيقوم شايل انه حط مكانها 3، يبقى 3 تربيع بكام؟ 3 تربيع ب9. لغايه هنا ينزل تحت يلاقيني بقول له ايه؟ يلاقيني بقول له ديف سم بيساوي كذا، هيقوم متجاهل هذه الداله ويقوم نازل تحت يلاقيني بقول له ايه دوت سم، هيقوم راجع تاني لمين؟ للداله اللي اسمها سم. يلاقي السم دي بتاخد 5 متغيرات، هيقوم مديها ال5 متغيرات، هيشيل ايه ويحط مكانها 1، يشيل بي ويحط مكانها 2، يشيل سي ويحط مكانها 3 بالترتيب كده، ويشيل دي ويحط مكانها 4، واي 5، واف كام؟ 7. يقوم نازل تحت يلاقيني بقول له ايه؟ خد ايه اللي هي 1 اجمعها على بي اللي هي 2، اطرح منها سي اللي هي 3 واجمع عليها اي اللي هي 4، وخد ده كله برضو عوض بقيمه الدي الاول، والاف اهو الدي كانت مثلا ب4 والاف اللي هي ب7، واضرب الكلام ده في بعضه وريتيرن. ريتيرن هو هيعمل الحسبه الرياضيه لكن مش هيرجع حاجه، مش هيرجع غير لما اقول له ايه؟ غير لما اقول له برنت. وفي الحاله دي لما اقول له برنت هيقوم مرجع لي ناتج هذه العمليه الرياضيه، ومن قبل كده كان مرجع لي ايه؟ 3 تربيع اللي هي 9. وفي الحاله دي لما اقول له رن هيقوم ايه؟ مطلع لي الناتج اللي هي 9 وكام؟ 9 و25. عرفت ازاي بيرن الكود؟ يبقى الاول هو هيتجاهل هذا التعريف بتاع الكلاس، مش هيرجع له غير لما استدعيه. هنا بقول له خد نسخه من الكلاس اللي اسمه دي حطها في الاوبجكت اللي اسمه ايه. هنا استدعيت الداله اللي داخل الكلاس، هيروح يدخل جوه الكلاس بتاعي، ويدخل على الداله اللي اسمها سكوير، يشيل ان ويحط قيمتها الثابته اللي هي 3، برنت ان تربيع يشيل ان ويحط 3، 3 تربيع ب9. ينزل تحت يلاقيني معرف داله، مش هيدخل جوه هذه الداله، مش هيدخل لها غير لما استدعيها. هينزل تحت هيلاقيني بستدعيها عن طريق ايه دوت سم، لما استدعيها هيقوم داخل جواها، هيلاقيني طبعا معرفها بمجموعه متغيرات بقيم ثابته، هياخد القيمه الاولى يحطها في المتغير الاول والثانيه في الثاني وهكذا. ريتيرن حساب هذه العمليه الرياضيه، هيحسب هذه العمليه الرياضيه لكن مش هيعرض لي حاجه على الشاشه، لان الامر ريتيرن هو بيحسب الحسبه لكن مش بيرجع حاجه. هيرجعها امتى؟ لما استدعي هذه الفانكشن، وبالتالي لما اقول له برنت هيقوم ايه؟ هيقوم عارض لي قيمه الداله بتاعت اللي هي السمشن. هلاقي السمشن بتاع المجموعه دي كام؟ هو عباره عن 55.